السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعاده دايما يا رب. هنعمل النهارده الايس كريم في البيت. عايزه اقول لكم النتيجه طلعت مبهره جدا. كملوا الفيديو للاخر هتستفيدوا جدا. يلا بقى، مستنيين ايه؟ كوبايه الايس كريم بقت ب 30 جنيه. قومي بقى وتشجعي واعمليها لهم في البيت بمكونات بسيطه جدا. هنضاعف الكميه وهنوفر كتير. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم يشجعني، وفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي القديمه والجديده. مش حابه اطول عليكم اكتر من كده. يلا نكمل الفيديو مع بعض. نسمي الله كده ونبتدي في وصفتنا النهارده. معايا هنا كيلو من اللبن او لتر من الحليب. غليته كويس جدا، سبته لما برد تماما، حطيته في التلاجة يسقع معايا شويه، وبعدين هطلعه كده بقى عشان اشتغل بيه دلوقتي. معايا هنا كوبايه من السكر، كوبايه كده مج كده من مجات الشاي، مليته سكر بقى وحطيته. ما تخافوش مش كتير ولا اي حاجه. وكمان 3 معالق كبار من النشا ومعلقه كبيره من اللبن البودر. هقلب بقى كده كل المكونات بتاعتي كويس خالص لحد ما يدوبوا معانا تماما. اول ما يدوبوا معانا هنرفعهم على النار. ما ينفعش نرفعهم على النار والنشا بتاعنا لسه ما دابش علشان ما يكلكعش مننا. رفعناه بقى على النار، هنقلب باستمرار على نار متوسطه لحد بقى ما يتقل معانا ويبقى زي المهلبية كده، بس خفيفة شوية مش تقيلة قوي. يعني هيبقى تقيل معانا بس مش تقيل قوي. هو لما يبرد هيتقل كمان. تمام كده، يكون بالقوام اللي انتوا شايفينه دلوقتي معايا كده. تمام. اول بقى ما يبتدي يعمل الفقاعات دي او الفقاقيع دي من الجناب كده زي ما انتوا شايفين، هننزله بقى من على النار وهنحط عليه وهو لسه سخن كده معلقه من العسل. ما عندكيش عسل ابيض، عندك عسل جلوكوز مفيش مشكله. مش عندك عسل لا ده ولا ده، ممكن تضيفي شربات تقيل، معلقه كده من الشربات التقيل تستبدليه بشربات تقيل، او عسل جلوكوز او عسل نحل ابيض عادي. المعلقه دي بقى هي اللي هتدينا المطه الحلوه بتاعه الايس كريم بتاع بره. بس كده هنسيبه يبرد تمام. بعد كده بقى كان عندي فراوله متفرزه في الفريزر، ده حوالي نص كيلو. جبته كده لما فك سنه، يعني هو لسه دلوقتي مدلج. مسكته بقى كده ضربته في الكبه ونعمته خالص خالص زي السموزي كده. شايفين هو كده ناعم معايا خالص. تمام كده. هشيله بقى في طبق وهحطه في التلاجة علشان يفضل محتفظ بالسقوعية بتاعته، يعني يفضل متلج كده لحد ما اخلص باقي اللي ورايا. وهعمل كمان نفس الكلام في المانجا. انا ما زودتش الفراولة ولا نقطة مية، ونفس الكلام برضو في المانجا. هي هتنزل ميتها لوحدها كده وهتتضرب بيها. طبعا ما ينفعش اضربه في الخلاط علشان الخلاط ممكن يبوظ مني، عشان انا عايزاها متلجة كده وتبقى معايا متجمدة. تمام كده. نفس الكلام في المانجا. هشيلها بقى كده في طبق وهحطها برضو في التلاجة لحد بقى ما نخلص باقي الحاجات. بعد كده بقى هجيب الحلة بتاعة الميكسر وهحط فيها كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، وكمان معايا ايس كريم دريم بنكهة الفانيليا. هنحط بقى كيس، ده الكيس ده حوالي 80 جرام، الحجم الصغير يعني. تمام. هنفضيه كده معاهم. وبعد كده هنجيب معاهم كمان كوباية ونص من الحليب، نفس الكوباية اللي بعاير بيها، اللي هو مج الشاي العادي اللي هو الصغير ده، هو اللي بعاير بيه كل حاجة. تمام كده. هشغل بقى كده العجان بتاعي وهضرب بقى ضرب لحد بقى لما ينعم معانا خالص ويختلطوا معانا ويتقلوا قوامهم يتقل معانا خالص. لو مش عندك الميكسر تقدري تشتغلي بالمضرب الكهربائي او المضرب اليدوي، بس المضرب اليدوي ده هياخد معاكي منك وقت شوية يعني ومجهود كبير. تمام. لو عندك المضرب الكهربائي اشتغلي بيه. اول بقى ما وصلوا للقوام ده كده بقت متماسكه، هجيب بقى كده المهلبيه اللي انا عملتها دي وهحطها على الكريم شانتيه اللي انا ضربته. هحطها كده كلها. شايفين هي كانت جمدت معايا وبرده بردت تماما خالص، يعني انا كمان حطيتها في التلاجة شوية وبقت معايا بالشكل ده كده، مسكت نفسها. هبتدي بقى اضرب كده كله مع بعضه، الكريم شانتيه مع الايس كريم مع المهلبيه كده مع بعض لحد بقى ما يختلطوا في بعض تماما خالص، وكله يندمج مع بعضه ويبقوا قوامهم تقيل بالشكل ده كده. انا عايزه قوامهم يبقى تقيل زي الكريم شانتيه كده، بس تقيل. تمام كده. اول بقى ما نعموا معايا خالص خالص كده واتضربوا معايا حلو كده مع بعض، هفكهم بقى كده من الميكسر. ما شاء الله كده القوام بتاعهم كريمي وحلو كده معايا، وكمان تضاعفت الكمية جدا بسبب النشا طبعا اللي احنا زودناه وحطيناه. شايفين الكمية ما شاء الله كده ملك لي حلة الميكسر بتاعي. الطريقة دي طبعا موفرة جدا، وكمان هتعمل معايا 4 اصناف من الايس كريم دلوقتي هتشوفوها معايا مع بعض. هنعمل 4 اطعم مختلفة.
شايفين بقى الكمية ما شاء الله اهو. بعد كده بقى هنعمل اول طعم من الايس كريم. معايا هنا علبة كده هحط فيها كريمة كده اللي هي الايس كريم اللي بالفانيليا. اول علبة دي طبعا انا كنت حاطة الباكو بتاع الايس كريم الفانيليا، فطبعا فيها طعم الفانيليا، ما زودتش فانيليا ولا اي حاجة. هجيبها كده وهدبها دبتين كده على الرخامة، وبعد كده هدخلها الفريزر. تمام كده. ده اول نوع من انواع الايس كريم. معايا بقى بعد كده تاني نوع وهو ايس كريم الفراولة. هجيب بقى كده كمية كده من الكريمة وقدها كمية الفراولة، يعني يبقوا الاتنين قد بعض، الكميتين قد بعض. تمام كده. هنضرب بقى كمية الكريمة على الفراولة، هنضربهم مع بعض كده بالمضرب الكهربائي لحد بقى ما يندمجوا كده كويس خالص مع بعض. هحط بعد كده لون غذائي، طبعا بيبقى مصرح بيه من وزارة الصحة، ما ينفعش نستخدم اي لون اي نوع كده وخلاص. وخلي بالكم برضو في نوع من انواع الالوان بيبقى مالحة شوية، يعني بتبقى مالحة مش ملهاش طعم كده زي دي. تمام كده. هنحط بقى كده الايس كريم بتاعنا في العلبة، ايس كريم الفراولة. وكمان معايا هنا كوبايات من كوبايات القهوة دي الفورية، حطيت فيها كده حبة من الايس كريم الفراولة. طبعا مش ملياها كلها علشان هعمل كل الاطعم مع بعض كده في الكوبايات دي. وده طبعا كملت كده العلبة بتاعة الايس كريم بتاعة الفراولة وشلتها في الفريزر. هنيجي بقى للطعم التالت. معايا هنا كمية الكريمة قد كمية المانجا، وهنضربهم كده ضرب كويس خالص مع بعض لحد بقى ما يندمجوا كويس خالص. بعد كده بقى هنضيف لون غذائي طبعا برضو مصرح بيه من وزارة الصحة. حابة بقى تحطي اللون ده حطي، مش حابة تضيفيه مش مشكلة برضو، عادي يعني هيديك الطعم الحلو بتاع المانجا. ده ملوش لا طعم ولا اي حاجة خالص، هو لونه بس بنتقل بيه اللون شوية. بس لو مش حابة تضيفيه مش مشكلة خالص. تمام كده. هنحطه بقى في العلبة بتاعتنا وهنشيله برضو هنحطه في الفريزر. تمام كده. ده بقى الطعم التالت بتاعنا اللي هو بطعم المانجا. بعد كده بقى هنملى برضو كوبايات الايس كريم دي، هنحط برضو الايس كريم المانجا كده على ايس كريم الفراولة بالكيس بتاع الحلواني ده علشان نقدر نوزعه كويس ما يبهدلش الكوبايات مننا. بعد كده هنعمل نوع الايس كريم الرابع وهو ايس كريم الشوكولاته. هنضيف عليه حبه كده من جناش الشوكولاته لحد بقى ما يدونا اللون الحلو ده ويندمجوا كده مع بعض ويبقى اللون بتاعهم كده زي ما انتوا شايفين. بس كده. ولو حابين برضو تضيفوا سكر في الخطوه دي ما فيش مشكله، برضو دوقوا السكر بتاعها اذا كان مظبوط بالنسبه لكم ولا لا وانتوا بتضربوا بالمضرب. لو حابين تزودوا سكر وتضيفوا تضيفوا، مش حابين ولقيته مظبوط تمام كده ماشي. وكمان لو حابين تضيفوا بدل جناش الشوكولاته تضيفوا كاكاو خام برضو مفيش مشكله. اي حاجه متوفره عندكم اشتغلوا بيها. تمام كده. هنحط برضو في الكوبايات بتاعتنا. وزادت عندي حته كده من ايس كريم الفانيليا كده حطيتها وهقفلهم كده بالاسترتش بتاع الاسترتش الغذائي ده. هغلفهم بقى كده كويس علشان طبعا هيدخلوا الفريزر وما ينفعش بقى يبقوا مكشوفين. وفي نفس الوقت برضو هحط لهم بقى العصايه دي علشان نثبتها كده في الايس كريم ونفرح بيها الاولاد بعدين. بعد كده بقى كنت خلاص سبتهم 24 ساعة في الفريزر. طبعا لو مش هتقدروا تستحملوا ال 24 ساعة دي معاكي من بعد 5 ساعات تقدري تطلعيهم من الفريزر عادي مفيش مشكلة، هيبقوا جمدوا زي الفل. تمام كده. هنطلع بقى الايس كريم بتاعنا بالسكوب. مش عندك سكوب بقى بتاع الايس كريم ده تقدري تطلعيه بالمعلقة عادي. ادي منظر بقى الايس كريم بتاع، شايفين بقى الكرمشة والشكل بتاعها زي بتاع بره بالظبط. شايفين طبعا السكوب بتاعتي لازم بحطها في ميه كده علشان تتغسل وكمان تطلع لي الايس كريم بشكله الشكل الدائري ده بتاعه. تمام كده. ادي بقى الايس كريم بتاعنا وطعمه كان خرافة بجد بجد يعني ما كانوش مستحملين بقى يستنوا ال 24 ساعة دول. اهو بقى جمدوا بقى زي الفل كده. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا ونبتدي بقى نحط بقى في الاطباق. ده ايس كريم الفراولة. شايفين بقى كده الايس كريم بتاعي بقى عامل ازاي، والله كان طعمه جميل جدا يعني انتوا بجد جربوه مش هتدمنوا غير الطريقة دي. من قبل ما يخلص عندكم كده في الفريزر هتعملوا تاني، هتعملوا كمية تانية كده عشان تعينوها بقى لو حد جه ضيف مثلا تقدروا تعملوا بقى الكوباية بتاعت الايس كريم دي. عارفين بقى بكام دلوقتي؟ بقى ب30 جنيه. يعني ما شاء الله كده عملت كمية حلوة برضو
الحاجات اللي انا جبتها كانت موفرة خالص، وعملت معايا كمية حلوة برضو هطلع بقى كده كل نوع لوحده في طبق. ممكن تعملي تشكيلة بقى وانتي لو انتي حابة يعني من كل نوع، تحطي بقى زي ما انا عملت كده بقى دلوقتي. ولو عندك بقى كده بسكوتات او مثلا اوريو او اي حاجه كده عندك، تقدري تزيني بيها الايس كريم بتاعك بقى عشان يديكي بقى الشكل بتاع بره اللي بنشتريه كده بيبقى مكلف وغالي كده. يعني البسكوتات دي سعرها بسيط جدا، ممكن تجيبي ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت حابه. تمام كده. اهو بقى شكله بقى تحفة تحفة. عندك بقى شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة برضو عنديها بقى وسيحيها بمعلقتين زيت بس كده على بخار مائي، ودي فيها بالشكل ده كده. طبعا لازم تحطيها في كيس حلواني او اي كيس عندك بقى، حاولي تعمليه بقى بيها وتحطيهم بقى بالشكل ده كده، يديكي شكل خرافة طبعا زي بتاع بره بالظبط، واحلى كمان واطعم واوفر وكل حاجة كمان. يعني بصوا حاجة كده جميلة جدا. طبعا لو حد بيفضل كل نوع لوحده تقدري تقدميها بالشكل ده، وتقدري تقدميها كوكتيل كده مع بعضه زي ما وريتكم كده الاربع اطعم مع بعض. وادي شكلنا النهائي بتاع الايس كريم ده. وبعد كده بقى هنروح نطلع بقى الايس كريم الكوبايات اللي انا عملته ده اللي هو بعصايه، هنقصها كده بمقص كده بالراحه كده من الجنب، وهنطلعها بكل سهوله. شايفين بقى كده شكلها جميل جدا، هتفرحي بيها الولاد. كان في واحده رابعه برضو بس ما لحقتهاش، كانت اتاكلت طبعا من قبل ما اصور. هنيجي بقى هنا بعد كده لاخر نوع من انواع الايس كريم، وهو اللي هو البسكوته ده. جبت البسكوته دي من عند الراجل اللي هو بتاع الايس كريم، وقلت بقى ادلع العيال بقى شويه واعمل لهم بقى في البسكوته دي. جبت بقى كده كل الاطعم بقى وعملت بيهم. طبعا بين كل واحده وواحده بين ما بعمل كل ايس كريميه والتانية طبعا لازم اغسل السكوب بتاعتي زي ما قلت لكم، علشان بقى طلع لي الشكل الدايره ده، الشكل الدائري ده. اهو بقى شايفين بقى كده عملت كل الاطعم. وده بقى الشكل النهائي بقى اخر بقى نوع من انواع الايس كريم. اتمنى ان انتوا تجربوه، تكتبوا لي تحت في الكومنتات قد ايه هو كان طعمه جميل. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى الحلقة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي القديمة والجديدة. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. اشوفكم في فيديوهاتي الجديدة اللي جاية ان شاء الله. سلام عليكم.